هاجر الزيت، أصيلة ولاية بن عروس. كتب المكتوب باش نشري الضيعة الجميلة هذية في منطقة المقرن من ولاية زغوان. متزوجة، عندي 3 أولاد الحمد لله يا ربي، وأصلنا مقيمين بالخارج، وتوا من بريود طويلة شوية قررت معناها الأغلبية نتاع وقتي نعدي فيه في الثانية متاعي. الحمد لله نخدم نهاري معبي شارجي كله خدمة. الثانية مساحتها 4 هكتارات ونص، حاسيلو أنا لقيتها شبه ثانية. تعبت فيها ما نكذبش عليك، صرفت عليها برشا باش وصلت للإيتاب هذه. معناها يا ربي أنا ربي عطاني القوة ملي أنا صغيرة. ذي حاجة اسمها غرام، أنا بديتها بغرام، مش معناها كتجارة ولا أنا معناها في دمي الفلاحة. وصلت حتى معناها باش نزيد نتعلم أكثر ونطور من روحي أكثر. قريتها قراية، معناها مشيت عملت فورماسيون في سونتر أوزرا، عملت تربو زيادة باش كي ندخل أنا نحكي مع الشجرة نفهمها شنية تحب شنية ما تحبش. مجهود يومي، أنا نهاري يبدأ من 5 متاع الصباح ل6:30 متاع العشية يوميا، نفس الخدمة معناها. وزدت طورت شوية، عملت نعيجات تجيجات، معناها شيخة عليهم ما نكذبش عليك، والحمد لله يا ربي. الكلاب هذوك متعلقة بهم عبارة ولادي، معناها مش معناها خذيتهم صغار. انا من زاده غرامي من حيوانات، معناها خذيتهم صغار لين وصلوا للمرحله هذه عايشين معايا، معناها يتبعوا فيا كل يوم ما ما نعملش. عندي كلبه زاده اولادي مغرومين بهم زاده الكليك، عندي كلبه النهار وما طول وهي تدور معايا من بلاصه لبلاصه، فهمت؟ معناها مونستني وتعس عليا وميم طون. وكامرأة معناها بريسك أغلبية الوقت ديما وحدي لهنا، معناها ما منسيني. كانت الحق متاع ربي جزء منها خوخ، لقيته مريض وكل شيء، معناها قعدت نصرف عليه باش ننجح وكل شيء. معناها حكايه فارغه، نلقاها حكايه فارغه تقلع الكل. توا مبدئيا مركزه على الزيتونات هذوما، زدت معاهم زيتونات اخرين صغار كان ريتوهم وكل شيء، اشجار اخرى متنوعه. ديما ماشيه في الزياده الحمد لله، وان شاء الله على قريب نكمل البارتي الاخرى. عندي 2 هكتارات فارغين اللي كانوا فيهم خوخ باش نخدمهم الكل زيتون بحول الله. ماشيه في تقدم. والله انا المده عندي من 2021 لهنا، فهمت؟ احسن ذكرى ليا، احسن ذكريات ليا كي نبدا نجمع مثال في الزيتون نتاعي، يبداو ولادي معايا، هذوك احسن ذكريات، فهمت؟ اخي بذكريات تعديت لهنا شتاء عام ناول في ديسمبر عام ناول. عندي زريرق يلزمني ناخذهم، ولهنا واتيت بريود اكثر من 15 يوم كل يوم مطر. احنا ماناش، احنا بالعكس فرحه كبيره كي تصب المطر للفلاح، وبالنسبه لي انا حاجه باهيه على الاخر نفرحوا بها احنا المطر نورمالمون. اما انا وقتها تمنيت نهار هكا ما فيهوش مطر ويبدا شايح الطريق باش نجم نعمل الزريرق نتاعي، على خاطر اوبليغاتوار باش ناخذهم. سخانه 40 ويلزمني ناخذ الزريقه وما نجمتش نخرج، رصات لي نزرق ما نجمتش نخرج، على خاطر بصراحه العائق نتاعنا لهنا قلت لك اللي هو الطريق. بالرسمي كي تصب المطر نولوا منعزلين انعزال تام، بالرسمي انعزال تام. اكيد انا معاناتي في اول حاجه معناها والاهم، الأهم ومن بعد تو نحكيو على المهم. الأهم هي الطريق بصراحة احنا في الشتاء ننعزلوا على العالم الخارجي جملة، ننعزلوا انعزال تام. والمهم هو الوديان،
الوديان معناها كل شتاء تفيض علينا، ومعناها انا حتى قادمه على البروجي نتاعي خايفه منه زاد معناها باش نزرع زيتون ويبدا صغير ويفيض عليه الواد، معناها فما مشكله كبيره من بعد، فهمت، ينجم يتسبب لي في معناها الشجر اللي باش نزرعه الكل يتقلع، فهمت، يهزوا الماء.